تعال اعلمك 4 اسرار بتستخدمها ستاربكس علشان تزود مبيعاتها. التسويق هو علم شمولي انتجريتيف ساينس، بيستخدم علوم كتيره في تحقيق اهدافه، واكتر علم بيستخدمه التسويق هو علم النفس. فرضينا ام لم نرضى، التسويق في جانب كبير من اللعب بالعقول والمشاعر والتاثير على الرغبات بشكل غير مباشر. تعال اعلمك ازاي. ستاربكس معروف انه بيبيع القهوه الغاليه الموجهه للطبقه فوق المتوسطه او المتوسطه في بلد غير مصر يعني، وده يعني تحدي كبير لان سعر القهوه مش قليل على الناس من الطبقه دي. فستاربكس بيعمل ايه؟ اول حاجه كبر حجم الكوبايات بتاعه القهوه من الحجم المعروف وقتها لحجم يبان اكبر. مش كده وبس، ده عمل سابقه ما حدش عملها قبل كده، وهو انه يكتب اسم طالب القهوه على الكوبايه بتاعته، لا وينادوا بيه الشخص لما القهوه بتاعته تبقى جاهزه. وده عمل روح من التميز والصداقه والشعور بالانتماء في نفس الوقت، ودي حاجه في علم التسويق بيسموها كامراديري افكت. تاني حاجه استخدموا الاسماء الايطاليه، والاسماء الايطاليه عموما بتدي احساس بالجوده العاليه لاي شيء. شوف كده، فرابتشينو، ميكاتو، امريكانو، حاجه تحس انها متكلفه من صوت اسمها بس. تالت حاجه السعر معمول بدقه كبيره، فهو عالي بدرجه انه يحافظ على جوده المنتج لكن مش عالي قوي لدرجه انك ما تقدرش تشتريه. رابع حاجه واخر حاجه، ستاربكس استفادت من مفهوم اسمه ايكيا افكت، وده مفهوم انك تعمل مكونات كوبايه القهوه على مزاجك انت، تشيل او تضيف اي مكون من المكونات دي زي ما انت عايز خالص. تحط لبن، تحط فانيليا، تشيل بندق، تحط شوكولاته، تحط كريمه، تختار تحميصه البن اللي انت عايزها، بس كل ده بمقابل اعلى من العادي بشويه. فلو بتعمل منتج جديد او عايز تطور منتج موجود، ففكر كويس قوي في ادق التفاصيل، لان التفاصيل بتبيع.